السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم فطير الفطاطري بطريقه عبقريه يا جماعه. عبقريه ليه؟ عشان مش هنفرد فيه خالص ولا هنورق، ومع ذلك هيطلع مورق وطري، نتيجته زي بتاع الفطاطري بالظبط. هنعمله النهارده بحشوات مختلفه. يلا بقى نبدا ونشوف العجينه اللي هتفرد لوحدها. استخدمت النهارده نص كيلو من الدقيق. دقيق عادي، ما ينفعش دقيق يعني يكون عرقه قوي. انا عايزاه عرقه متوسط زي ده. حطيت عليه ربع معلقه من الملح ومعلقه من السكر البودره نخلتها عليه، وكمان معلقه من الزيت. هنعجن النهارده الفطير بميه، وهنحتاج كوبايه واحده من الميه عشان نعجنه. عجن الفطير يا جماعه مهم قوي نهتم بيه. في الاول خالص بالمعلقه وهنقلب لغايه الميه ما تختفي بقى معانا. بعد كده هنزل بايدي وافضل اعجن فيه شويه لغايه قوام العجينه ما يبقى كده. تبقى عجينه ناعمه ومتماسكه وما بتلزقش في الايد، ولكن طريه زي ما انتوا شايفينها كده. على طول اول ما خلصتها هبدأ يعني افردها كده بالشكل طولي عشان اقطعها الاجزاء، عشان هبدأ اقطعها بقى كور على قد بقى ايه القطع اللي انا عايزاها. بقفل العجينة من تحت زي ما انتوا شايفين كده وبكورها. دلوقتي هرش رشة من الدقيق، وكل قطعة هعملها هحطها على الدقيق عشان ما تلزقش. وبعد ما خلصت كل القطع بدهن بالوش بتاعهم بالزيت. الزيت بيساعد ان هي ترتاح بسرعة، وكمان بيخلي الوش يفضل طري وما ينشفش. بعد كده هنغطي بقى الكيس وهنسيبها ترتاح 3 أو 4 دقايق، مش اكتر من كده. انا مش عايزاها ترتاح على الاخر، لان انا مش هفرد واورق وعايزاها تفرد معايا، لا خالص. هنعمل بطريقة سهلة جدا. هجيب اول قطعة معايا، بس هوسع بقى لنفسي كده وهفردها فردة بسيطة خالص بايدي زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش من غير نشابة ومن غير اي تعب. استخدمت نص كوباية من الزيت، دهنت الطبق زيت وحطيت اول قطعة في الطبق. تاني قطعة هفردها قد الاولانية تقريبا، وبعدين هدهن اللي انا حطيتها في الطبق بالزيت واحط التانية فوقيها وارجع اقلبهم هما الاتنين كده. وبعدين هدهن وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص المقدار كله. كل مرة بفرد بدهن زيت. ممكن نحط زيت على معلقة زبدة أو زيت على سمنة أو زيت بس، براحتك خالص. فطير الفطاطر أساسا بيتعمل بزيت. هخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده، والكمية اللي معايا هتعمل لي 4 فطيرات. خلصت آخر يعني واحدة أهو. دلوقتي محتاجة ان انا ادهنها هي كمان بالزيت، والزيت لسه معايا هيكمل معايا. قلبتهم كلهم يا جماعة عشان اول واحدة يعني عملتها كانت تحت، فحبيتها تطلع لفوق لانها هتكون اكتر قطع مرتاحة، وهبدأ بيها برضو وانا شغالة. وريكوا الزيت لسه معايا كمية الزيت بتاعتي. وبعد ما فات ربع ساعة غطيتهم طبعا، وعايزة اوريكم بس ازاي هي بتفرد لوحدها. يعني مجرد انا هدن بس رخامة زيت، مجرد ما بشيلها كده بلاقيها مفرودة لوحدها. عايزة اقول لكم ما ببذلش مجهود خالص خالص في الفرد. يعني اهو زي ما انتم شايفين مش متعب ولا في اي يعني احتمال للفشل. هينجح معاكم، يعني هينجح معاكم. وبعد كده بدهن برضو زيت خفيف جدا. فطير الفطاطر يا جماعة المحشي ده ما بيبقاش دهني او بيبقى فيه زيت كتير او دسم، لا عايزين زيت خفيف زي ما انتم شايفين. النص كوباية هتعمل ال4 فطيرات. بعدين جبت التانية وحطيتها فوقيها وشديت الأطراف على بعض. برضو فردت معايا بسهولة وفردت لوحدها زي ما انتوا شفتوا. برضو دهنت زيت. وهجيب التالتة واعمل نفس الطريقة، بحط القطعة في النص وبعدين اشد بقى من كل ناحية كده بحيث اجيب الأطراف على بعض، وهي بتفرد بسهولة زي ما انتوا شايفين، مش محتاجة اقول لكم يعني. وبعد ما فردت التلاتة على بعض كفاية جدا 3 طبقات يعني. برضو رشيت رشة زيت خفيفة، ما حبيتش اضيع وقتكم بقى في التقطيع. الخضار ده عبارة عن طماطم من غير بذر ولا مية، وفلفل، فلفل الوان او فلفل اخضر، اي حاجة. والنهاردة هنعمل بكذا حشوة، واول حشوة هي البسطرمة. وطبعا الحشوات اختياري، لكن الاساسي هيكون الجبنة. دي جبنة ميكس، موتزاريلا على رومي على شيدر. بعدين بجيب الطرف واشده كده، والطرف التاني اشده واقفل على بعض كده زي ما انتم شايفين. الموضوع يعني واضح في يعني قدامكم. وبعدين بنشد كده واحنا بنقفل. لازم تشدي تخافيش خالص. كل ما تشدي كل ما الورقات بتاعتك هتبقى خفيفة. ودلوقتي قفلت الأطراف كده تانيتها تانية خفيفة. ودي كانت أول فطيرة عملناها بمنتهى السهولة، مش هتحسي بأي تعب خالص. عملت برضو قدامكم التانية اهو، هعملها عشان تشوفوا مدى السهولة. وعايزة اقول لكم في دقيقتين 2 هتكوني خلصتي الفطيرة.
بعد ما فردتها وشايفين قد ايه هي شفافة والرخامة باينة من تحتها، بجيب التانية واحطها فوقيها برضو. لو تقطع منكم جزء كده مش مهم خالص، مش هيتقطع منكم حاجة يعني كتير. وبرضو بدهن وبجيب التالتة وافردها بالشكل ده. وكل ما بيقعد كل ما بيرتاح اكتر، بس ما تقعدهوش اكتر من ربع ساعة عشان ما يريحش زيادة عن اللزوم. بعد ما فردت التلاتة، المرة دي هنحشي بحشوة المشروم. كنت مشوحاه اهو زي ما انتم شايفينه. وبعدين حطيت بقى الخضار بتاعي والمشروم. راعوا ان الطماطم تكون ما فيهاش لا بذر ولا جلد، لا بذر ولا ميه. وبعدين حطيت الجبن، وبصوا شدي الاطراف كده حلو قوي، وبعدين قفليهم فوق بعض اهو. وهنيجي بقى للطرف الاخير وهنروح مقفلين بيه الفطيره كده، واحنا بنشده برضو. ممكن يعني نعمل الفطيره بشكل دائري، نلمها لتحت زي ما شفتوا كده. حطيتهم على صينيه مدهونه زيت خفيف عشان الفطير ما يلزقش طبعا. وبعدين دخلتهم فرن. الفرن كنت مسخناه قبلها بربع ساعه، يعني كان فرن سخن جدا، وحطيتهم على الشبكه اخدوا ربع ساعه وطلعوا بالشكل الروعه اللي انتوا شايفينه ده. فطيره سخنه جدا، وشايفين ازاي انتفخ وهش، والنجاح بتاعه بيتكلم يا جماعه. اما عن السهوله بقى انتوا شفتوها بنفسكم. طعم بقى لازم انصحكم تقوموا تعملوه حالا. هقطع يعني تقطيعة الفطاطري كده اللي بيقطعها بالمخرطة، وهقطع الفطيرة كده. عملنا 4 فطيرات بحجم متوسط. وزي ما انتم شايفين التوريق اهو قدامكم باين، والحشوة تحفة جدا، والطعم مفيش ألذ منه، خفيف وهش وينافس الفطاطري بجد. اهم ما في الموضوع ان هو سهل جدا. انا هسمي العجينة دي العجينة اللي بتفرد لوحدها، بجد بتفرد لوحدها، بيطلع مورق وطري. اما بقى عن حشوة المشروم انصحكم تجربوها لانها لذيذة جدا وتحفة. طبعا الحشوات اختيارية، تقدروا تعملوا باي حشوة. يعني حتى لو هتعملوه بجبن بس مع الطماطم والفلفل والزيتون هيبقى تحفة برضو. اهم حاجة ان العجينة بتاعتنا طرية، والفطير بتاعنا طالع مورق وطري، حتى اطرافه يا جماعة مورقة. وعايزة اقول لكم اوفر بكتير جدا ما تشتروه من بره، وانضف طبعا كمان. وهتعمليه وانت واقفة من نص كيلو دقيق زي ما شفتي كده بالظبط. شايفين جمال الفطير يا جماعة؟ طالع تحفة بجد. و4 فطيرات بالحجم ده من نص كيلو دقيق، يعني حاجة اقدمي كده وتشجعي واعمليهم وهيعجبك بجد. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الإفادة. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة حطوا بقى لايك للفيديو، لايكات بقى كتير للفيديو، شيروا بقى الفيديو في كل حتة. اعملوا الفطير دوت بالطريقة دي، وعايزاكم تكتبوا تعليقاتكم وتقولوا لي عمل معاكم ايه وطلع معاكم النتيجة ايه. ان شاء الله هيعجبكم بجد. شكرا ليكم.